فكرتوش تروح لدكتور نفساني؟ ما هو السرقه ده مرض نفسي برضه. بس ثانيه واحده، ما انا هقول لك اهو. انا قمت طالع عند الجيران من القطر وراح على القطر. قمت رايح على القطر وقعدت بصيت الاول القطر كده ما عجبنيش. القطر ما عجبكش؟ لقيت القطر ضخم وكبير. والله العظيم. طب مش انت كنت بتروح القطر تسرق برضه؟ لا ما بسرقش من القطر. ما سرقتش من القطر قبل كده. انا لقيت قطر ضخم كبير. قمت انا مستني القطر اللي بعده. القطر جاي من بعيد، قمت حاطط ايديا الشمال. الشمال. قمت حاطط ايديا ومبروش. القطر عدى، قمت انا مروح من غير بنجو برشام. دي اول حادثه. اول حادثه. بعدها بقى بعدها بشهرين رجعت لسرقه تاني بايد واحده. بايد واحده بايد اليمين. وبقى دخلني الصحه النفسيه يعالجني. شفت بقى؟ دخلك فين بقى؟ دخلني الصحه النفسيه في الجامعه. جامعه في طنطا. في طنطا تبع مستشفى الجامعه. اول بايه؟ دخلت اسرق الممرضين، سرقت منهم اللحم. انا كنت اعقل واحد فيهم. كنت اعقل واحد جوه المصحه النفسيه؟ في اعقل واحد من ما هو اللي جوه بقى كلهم مجانين ضاربين. عقلهم والله. ايه اللي عرفك انك كنت اعقل؟ ماشي. اللي الواحد يعرف ازاي؟ اللي عرفني كنت بسرق منهم اللحم. والله العظيم وحياة ربنا كنت بسرق منهم اللحم. وهم سيبوك يعني فيبقوا كده مجانين؟ لا هم مش عارفين. كنت بقلع على الناس هناك المناطيل. لا والله العظيم. وجد بيمشي كده في العنبر. يمشي ملط في العنبر. انا بقى كنت بقى بضحك. قلبتها هزار يعني. هناك كانوا كتير؟ كانوا كتير. انا قعدت شهر هناك. شهر في المستشفى المجانين في طنطا؟ طنطا في الجامعه في طنطا. مستشفى الامراض العصبيه ولا؟ العصبيه. بتاع الدكتور سمير طنطاوي. الدكتور سمير طنطاوي مدير المستشفى. الدكتور كل ما اقول له عمل لك اختبارات؟ عمل لي اختبارات وجلسات كهرباء على المخ وباخد جلسات كل يوم. انا ما بقتش باكل دلوقتي. يعني ذكي. كنت بسرق الناس، بسرقك وبسرق ده وبسرق ده وبسرق ده. انا كنت باذي الناس. ما دخلش من صحه نفسيه. طلعوك ازاي من المصحه النفسيه؟ نعم. طلعوك ازاي؟ طلعوني ازاي؟ هم طلعوني بعدها بشهر. في واسطه واحد اسمه احمد دمرداشي، واسطه من البلد. ابويا راح له. قال له احنا عايزين ندخل الولد، مش عارفين ده بيسرق ما اعرفش ايه والحكايه والروايه، وعايزين يخف شويه عن السرقه وكده. وانا بايد طلعت بقى من المستشفى. الصحه النفسيه. قعدت فيها شهر وطلعت. طلعت اخد حبوب بتاع الصحه النفسيه. مهدئات. مهدئ. قمت قاعد اعمل كده. بلمت بقى. قعدت اخد حبوب كتير. قمت قاعد اعمل كده. ابويا دخلني بقى مستشفى خاصه وما اعرفش ايه. قعدت اعمل كده. ما اكلش واشرب ولا اي حاجه. هو عايز يعني يقلل الطاقه الفظيعه اللي عندك شويه. يقللها، بس ما عرفش يقللوها. ما فيش حد خالص يعمل سيطره عليك يعني. ما فيش حد يعرف يعمل سيطره. انا اللي بعمل سيطره على نفسي بنفسي. عملت سيطره على نفسي. قطعت ايدي عشان ما اسرقش. طب استنى بقى، الثانيه اتقطعت ازاي؟ الثانيه رجعت للسرقه بعد ما طلعت من المصحه النفسيه؟ طلعت من المصحه النفسيه. قعدت كده اهوت. عالجني قاعد ياخد حبوب ومهدئات وقاعد متكلم في البيت. وعالجني بقى وكده. بدات اركز بقى وكده. وابويا مشي لي في معاش برضه 85 جنيه من الشؤون الاجتماعيه. 85 جنيه من الشؤون الاجتماعيه. يعني خدت معاش من الشؤون الاجتماعيه. معوق. باعتبارك معوق. انا بقيت اخد معاش. بعد ما خدت معاش لقيت المعاش ما يقضنيش. ما كانش يقضي واحد حرامي بيسرق الفات وموبايلات. وانا بشهد بكده. بشهد كنت حرامي تائب. وعمري ما رجع للسرقه. عمري في حياتي ما رجعت سرقه. لو رجع ليا للزمن اكل تراب ورمل من الشارع. تراب من الشارع. ايديك الثانيه بقى قطعتها امتى؟ ايديك الثانيه قطعتها بعدها بسنه ونص. سنه و8 شهور. ليه بقى؟ عشان بسرق برضه. رجعت تسرق باليمين. اسرق الفات وموبايلات برضه بايدك اليمين. ليه؟ رجعت